السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. واخيرا فيديو عن الانجليزي. والحقيقه الانجليزي ده من المواد اللي متعرفش هي سهله ولا صعبه، هي من المواد الغريبه، بس الحقيقه انها ماده متعبه جدا جدا لكتير جدا من طلبه الثانويه العامه. وعلى قد التعب اللي بنبذله في الماده دي، على قد امتحان اخر السنه بيكون مرضي جدا جدا للناس اللي تعبوا في الماده دي، وبيكونوا خارجين من الامتحان وهم عارفين ان هم ان شاء الله هيجيبوا درجه كويسه جدا جدا حتى فوق ال 35. فان شاء الله في فيديو النهارده هنتكلم عن اللغه الانجليزيه وعن شويه نصايح وتعمل ايه في الانجليزي والكلمات والجرامر وكل الكلام ده. فانا عايزك تركز كده معايا شويتين ثلاثه، وطبعا سرع الفيديو علشان وقتك مهم وعلشان ما يكمش كتير. يلا بينا نبدا، ولكن قبل ما نبدا مش هتعمل لك الفيديو وتشارك القناه وتفعل زر الجرس، واهم حاجه صلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا بسم الله كده نبدا. بايه القنوات اللي انا ارشحها لك ان انت تشوفها على اليوتيوب في ماده الانجليزي؟ اول قناه ارشحها لك وبشده هي قناه مستر حسن النجار، او زي ما بنحب نقول بابا حسن النجار. طبعا زي ما انتم عارفين مستر حسن النجار غني عن التعريف، والحقيقه طبعا من افضل مدرسين الانجليزي في مصر كلها. مستر حسن النجار طبعا عنده منصه بينزل فيها المنهج كله لو حابب تشترك معاه، بس المهم طبعا ان عنده قناه على اليوتيوب بينزل عليها محتوى كبير جدا جدا من منهج الثانويه العامه. وطبعا موجود على القناه شرح لكل حاجه، جرامر وكلمات وقصه برده وسكيلز. وكمان الفتره الجايه هيبدا ينزل مراجعات ومذكرات لطلبه اليوتيوب. وبالنسبه للناس اللي عايزه تظبط السكيلز فهو عامل فيديوهين عن السكيلز، صدقني الفيديوهين دول جامدين جدا جدا. فلو انت عندك مشكله في السكيلز فانا انصحك وبشده ان انت تشوف الفيديوهين دول. وفي كده مجموعه فيديوهات مستر حسن نجار عاملها بيحل تقريبا 1000 سؤال، في كل فيديو كده كذا سؤال. والحقيقه هو بيركز على حاجات خفيه كده وبيحب يجيبها قوي في الامتحان، فانصحك برضو ان انت تتابع 1000 فكره وفكره دي. وبرضو انا سمعت ان عندكم ممكن يكون في جزء خاص بالقصه، فمستر حسن نجار برضو شرح القصه. فانا انصحكم ان انتوا تشتركوا في قناه مستر حسن نجار، اكيد هكون سايب لك لينك تحت الديسكربشن. طبعا يا جماعه دي قناه مستر حسن النجار الرسميه. فلو دخلنا كده على البلاي ليست نشوف ايه اللي موجود عندك. مثلا الكونجنكشنز يعني مهمه جدا طبعا، والاكزام نايت يعني ليله الامتحان، وعندك تنميه الذات على خطى الحبيب، دي يعني حاجه عجبتني جدا جدا، اللي هو يعني بيجيب لك سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل لك فيها كلمات انجلش، يعني ايه استفاده يعني اثنين يعني في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. النيو سكيلز كورس ده اللي قلت لك عليه، اللي هو السكيلز. طبعا الاساي سكيلز، الاساي زي ما قلت لك علامات الترقيم هتحتاجها في الاساي، فيعني دخلهم في بعض زي ما قلت لك. الجرامر والكلمات والسكيلز هيخشوا في بعض يعني، او هتحتاجهم في الاساي طبعا. يعني تقريبا كده عندكم اساي، يعني انا ما كنتش متاكد بس تقريبا كده زي المستر منزل كده، فتقريبا عندكم اساي. القصه موجوده برضو اللي هي جريت اكسبكتيشنز، هي ما كانتش عندنا السنه اللي فاتت، او ما كانش مطلوب مننا الاحداث بتاعتها، كان المطلوب مننا بس كلماتها بس. بقى انت عارف حظكم يعني ما شاء الله جامد جدا، فتقريبا هي برضو مطلوبه منكم. طبعا زي ما قلت لكم انه في السلسله بتاعت 1000 فكره وفكره دي، ان هو بيركز على يعني فكره واحده في الفيديو، وحرفيا الفكره دي بتكون في الجول يعني. فانصحكم برضو ان انتوا تتابعوا اللي هو 1000 فكره وفكره دي. وبس كده يعني، فانصحكم يعني تتابعوا قناه مستر حسن نجار. وطبعا ما تنساش تعمل له اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس. وبس كده. تاني قناه كنت بتابعها في حل كتاب المعاصر كانت قناه، والحقيقه هو بيحل الكتاب بيقول لك على كل تفصيله، ولو في حاجه في الجمله تنفع في جمله ثانيه يقولها لك، والصراحه يعني استفدت منه كتير جدا جدا. قناه مستر عواد صيام، اكيد هكون سايب لك اللينك تحت الديسكربشن. دول بالنسبه للقناتين اللي انا ارشحهم لك في ماده الانجليزي. نيجي بقى لاهم جزء في الفيديو، هو اعمل ايه في الانجليزي، اعمل ايه في الجرامر، اعمل ايه في الكلمات، اعمل ايه في السكيلز، اعمل ايه في القطع. عندي مشاكل كتير جدا في الانجليزي، اعمل ايه؟ فزي ما احنا متعودين انا عايزك وانت بتشوف الفيديو تهدى خالص خالص، وان شاء الله كل حاجه تتحل. نبدا اول حاجه بكلامنا عن الكلمات. طبعا زي ما احنا عارفين في النظام الجديد ان الكلمات بقت مهمه جدا، وطبعا زي ما انتم عارفين لازم يكون عندك حصيله كلمات كويسه، مش بس الكلمات اللي عندك في المنهج، لا كلمات من بره المنهج. لان طبعا زي ما انتم عارفين ممكن يكون عندكم اساي، وطبعا عندكم الترجمه، وطبعا عندكم قطع الفهم. فنوعيه الاسئله دي طبعا محتاجه ان انت يكون عندك حصيله كلمات مش بس اللي موجوده عندك في المنهج. طيب يا محمد، طب الكلمات اللي موجوده عندنا في المنهج دي مش هيجي منها حاجه؟ لا طبعا الكلمات اللي موجوده عندك في المنهج لازم تكون عارفها، لان اكيد بيجي منها. لكن بتكلم ان انت لازم يكون عندك حصيله كلمات علشان الاسئله اللي اتفقنا عليها. طيب دلوقتي انا بحفظ الكلمات اللي موجوده عندنا في المنهج، بس انا ما جمعتش حصيله كلمات كويسه ولا عملت اي حاجه، فما تقلقش عادي جدا جدا، لسه قدامنا وقت نجمع والله. طيب ماشي يا محمد، انا عايز اجمع حصيله كلمات كويسه، اعمل ايه؟ بص انا اقول لك انا جمعتهم منين. انا جمعت كلمات لان انا كنت باخد عند مدرس كان يعني بيحب الكلمات جدا جدا، فاكيد كل حصه كان بيديلنا يعني مجموعه كلمات كبيره جدا وجديده. والاهم طبعا من الاسئله اللي انا كنت بقابلها، كنت اي كلمه جديده بسجلها معايا في الكشكول بتاع الكلمات، اي كلمه جديده اسجلها معايا
واحفظها طبعا. فانا هصور لكم شويه كلمات كده من اللي انا كنت مسجلها ان شاء الله يعني تفيدكم وتقابلوها. فهو في كلمات كتير جدا جدا اكيد انا ما كنتش داخل بقى الامتحان او ما كانش في ذاكرتي طبعا كميه الكلمات الكتير جدا جدا دي. فانا هصور لكم كده اجزاء من الكلمات دي ان شاء الله. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، وما لقيتش اللينك اكيد انا بصوره لكم ولسه بجهزه. فاول ما اجهز البي دي اف ده هرفعه لكم ان شاء الله على الكوميونتي مثلا، او هسيب لكم تحت في الديسكربشن او في التعليقات ان شاء الله. طبعا اهم حاجه ان انا هرفع لكم البي دي اف ده، وان شاء الله ان شاء الله يعني الكلمات اللي موجوده فيه تقابلكم وتستفادوا منها. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن جزء الكلمات واللي قلنا مهم جدا جدا. خلاصته كده ان انت لازم تعرف الكلمات اللي موجوده عندك في المنهج، دي حاجه اكيده طبعا، وكمان يكون عندك حصيله كلمات كويسه عشان الاسئله اللي اتفقنا عليها. كلمات مهمه جدا يا جماعه، باكدها لاخر مره، الكلمات في النظام الجديد مهمه جدا جدا يا جماعه. اهتم ان انت يكون عندك حصيله كلمات كويسه، والكلمات اللي موجوده عندك في الكتاب تحفظها صم. نخش بقى على الجزء المهم جدا جدا وهو جزء الجرامر، اللي عامل مشكله لكتير جدا من الناس، برضو ما يقلش اهميه طبعا عن الكلمات. لكن في النظام الجديد عشان نكون صريحين، الكلمات والسكيلز يعني نسبه الاسئله بتاعتهم بتكون اكبر شويتين من نسبه الاسئله بتاعت الجرامر او الاسئله اللي بتعتمد على الجرامر. فللناس اللي عندها مشكله في الجرامر، هي مش عارفه تعمل في ايه، تحفظه ولا تفهمه ولا تعمل في ايه. بصوا يا جماعه، اول حاجه طبعا الجرامر يتفهم، ده اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، فهم الجرامر. لكن طبعا بكل تاكيد الجرامر برضو في حفظ، في كده قواعد معينه، هي اسطمبه واحده كده مش عارفها هتحل السؤال غلط، عارفها هتحله. حاجه كده 1 زائد 1 بيساوي 2، دي موجوده في الجرامر. ايوه موجوده في الجرامر. الثوابت دي بيحبوها قوي قوي في الامتحان، وهحط لك امثله للحاجات اللي جات لنا في الامتحان. لكن طبعا زي ما اتفقنا، اول حاجه طبعا فهم الجرامر. تاني حاجه في حاجات كده محتاجه تتحفظ تحفظها، لان مش هتيجي حرفيا الا بالحفظ، مش هتيجي بالفهم، لا مش بتيجي الا بالحفظ والله. فالسؤال ده مش عارف كان عليه كلام كتير ليه من ناس كتير، اكيد ما كانوش حافظين الاسطمبه دي. فدي مش محتاجه فهم، لا دي بتيجي بالحفظ بس، والله بتيجي بالحفظ بس. فالثوابت تحفظها، والجرامر الازمنه بقى وكده يعني الحاجات الثوابت اللي فيه طبعا تحفظها، لكن طبعا تفهمه. اول حاجه طبعا زي ما اتفقنا، اول حاجه الفهم، ثم الثوابت اللي عايزه تتحفظ تحفظها. وطبعا لازم تحلها على الجرامر، دي حاجه مفروغ منها. برضو قبل ما انسى كده، حاجه مهمه جدا في الجرامر، جرامر السنين اللي فاتت. هو ايوه احنا عندنا في منهج ثانويه عامه جرامر كتير من السنين اللي فاتت، زي الماضي البسيط، الماضي التام، وحاجات كتير كانت موجوده السنين اللي فاتت، ده طبعا عندنا في المنهج. لكن في جرامر كده مش موجود عندنا في المنهج وبيجي في الامتحان. شفت ازاي؟ يعني حرفيا مش موجود عندنا في المنهج، وداخلين الامتحان عارفين ان هو جاي. هي قاعده ا وان وذا، ادوات التعريف. ادوات التعريف حرفيا مهمه جدا جدا، هي اهم حاجه من السنين اللي فاتت. اهم حاجه لازم تكون عارفها من دلوقتي تشوف قاعده ا وان وذا، لان دي اكيد في الامتحان، فلازم دلوقتي تظبطها كده وبكل تفاصيلها. جزئيه الفعل وحرف الجر دي برضو بيحبوها جدا جدا. تقريبا في واحده عندكم في الاخر بتتكلم عن اللي هي الجزئيه بتاعه الفعل وحرف الجر، او بتكون موجوده في كلمات بتاعه الوحده مثلا، بيكون موجود مثلا الفعل وحرف الجر، هو بيجيب لك الفعل وانت تحط حرف الجر، فدي لازم تكون حافظها ومش هتيجي الا بالحفظ. وبرضو الحاجات اللي بتيجي معاها ميك والحاجات اللي بتيجي معاها دو، دي برضو مش بتيجي الا بالحفظ، لازم تكون عارفها لانها اتكررت السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. بالنسبه للازمنه اللي عندك لازم تكون مذاكرها كويس جدا، لان اسئلتها مضمونه 100% ان شاء الله. الاسئله اللي جت السنه اللي فاتت ودي السنه اللي قبلها في الجرامر في جزئيه الازمنه كانت يعتبر مباشره جدا جدا، فذاكرها كويس عشان تضمن درجتها وانت داخل الامتحان ان شاء الله. طيب تمام، ده بالنسبه للجرامر. نيجي بقى للجزء المهم برضو اللي هو السكيلز عندنا كان جاي اختياري. السي مش عارف هو هيجي لكم ولا لا، او مش عارف هل نظام امتحانكم هيكون زي نظام امتحاننا ولا لا، اللي هو 40 سؤال اختياري. مش عارف انتوا زينا ولا لا، بس الاخر كلام سمعته ان انتوا عندكم نسبه من الاسئله اللي هي المقال، وتقريبا عندكم السي. فجزء السكيلز وجزء الجرامر وجزء الكلمات على بعضهم كده مهمين جدا جدا في السي. زي ما قلت لكم في اول فيديو، مستر حسن نجار عامل فيديوهين عن السكيلز، فانصحكم تشوفوهم. وبرضه في كتاب اللي هو بتاع المعاصر عامل كتاب كده للسكيلز مهم جدا برضو الكتاب ده. بالنسبه بقى للقصه، انا زي ما قلت لكم مش عارف هل امتحانكم نفس نظام امتحاننا ولا لا، يعني لو حد عنده حاجه اكيده يقول لي. فبالنسبه لحته القصه الصراحه انا مش هقدر افيدك فيها، لان هي يعني من سنه ثالثه اعدادي وانا ما خدتش قصه حرفيا، فمعلش انا اسف، انا مش هقدر افيدك في حته القصه دي. لو انت متاكد ان القصه عندكم، فمستر حسن نجار منزل القصه على قناته على اليوتيوب، اكيد هكون سايب لك لينك تحت الديسكربشن. نيجي بقى لمشكله بتقابل ناس كتير جدا جدا وعامله ازمه لكتير من الناس، هو قطعه الفهم.
نعمل ايه في قطعة الفهم يا محمد؟ انا عارف ان قطع الفهم عاملة مشكلة لكتير جدا جدا منكم، والصراحة انا كنت منكم وكانت عاملة ليا مشكلة برضه. ما تقلقش خالص، دي حاجة طبيعية جدا. انا عارف المشاكل اللي بتقابلكم لانها كانت بتقابلني، زي مثلا انا مش عارف في كلمات كتير جدا جدا بتقابلني انا مش عارفها، او انا مش عارف هو بيتكلم عن ايه، او بغلط كتير جدا جدا ومش بعرف احل اي سؤال على القطعة. فانا هقول لكم كنت بعمل ايه. اول حاجة طبعا انا كنت بحل بالطريقة التقليدية جدا جدا، اللي هو اقرأ القطعة وانزل احل الاسئلة. لكن طبعا في طريقة احسن بكتير جدا جدا بتسهل عليك ان انت تعرف هو بيتكلم عن ايه. هو ان انت كده بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ الاسئلة الاول، وبعدين بقى تقرأ القطعة، وبعدين تنزل تجاوب. دي اعتقد طريقة احسن من الطريقة التقليدية اللي هو اقرأ القطعة وبعدين انزل احل الاسئلة. بس احنا دلوقتي مش بنتكلم في الحتة دي، احنا بنتكلم دلوقتي في ان انا بيقابلني كلمات كتير جدا جدا جديدة عليا ومش عارفها، والكلمات دي يعني بتأثر ان انا مش عارف احل او مش عارف هو بيتكلم عن ايه. وهو ان عايز اقول لك الكلمات الكتير اللي بتقابلك دي انا عارف ان هي بتحبطك وان انت مش عارف كلمات، فبس انا عايزك ان انت تاخد الموضوع ده بطريقة تانية خالص مختلفة 180 درجة عن الطريقة اللي انت لما تشوف كلمة جديدة بتحبط وبيحصل لك حاجات كده غريبة. فانا عايزك لما تشوف كلمة جديدة تفرح، والله تفرح ان انت بتشوف كلمة جديدة، مش تزعل وتحبط وانا مش عارف حاجة. لا، اوعى تعمل كده. انت تفرح ان انت بتشوف كلمة جديدة فتسجلها معاك وتحفظها، لعل عسى الكلمة دي تجيلك في الامتحان، الله اعلم. اللي انا عايزك ان انت تغير وجهة نظرك عن القطعة دي، ان انت يعني داخل تحل القطعة وانت عارف انت عايز ايه. عايز ايه من القطعة؟ انا عايز من القطعة ان انا استفاد منها، مش اللي هو احل قطعة وخلاص، حتى لو احل كلها صح بس ما استفدتش حاجة. لا، انا عايزك تحلها كلها غلط بس تستفاد، ان انت عايز تستفاد من القطعه. ازاي بقى تستفاد من القطعه؟ اول حاجه كده انت لما تشوف كلمه جديده عادي جدا جدا تفتح الترجمه وتترجم الكلمه وتسجلها معاك في الكراسه وتحفظها. لكن بعد كده لما تعرف حصيله كويسه وكلمه واحده او اتنين واقفه معاك في كل القطعه، انت هتحل وانت مش عايز تعرف الكلمه دي عن ايه. الكلام ده طبعا في مستويات متقدمه لما توصل لمستوى حلو يعني في الاخر كده شويه، مش دلوقتي. لكن دلوقتي اي كلمه جديده تقابلك تفتح الترجمه وتترجمها وتسجلها معاك وتحفظها، وهكذا. والله العظيم لو قعدت تعمل كده مستواك هيعلى جدا جدا في القطعه وهتحل الاسئله ان شاء الله صح. فخلاصه كده يا جماعه، علشان تحل مشكله القطعه دي، اول حاجه ان انت يكون عندك استراتيجيه للحل في دماغك، ان انت عايز تستفيد من الحل مش تكون حليته خلاص. لا، ثالث حاجه لازم تكون عارف ان انت طول ما انت بتحل قطعه جديده هيقابلك كلمات جديده. دي حاجه طبيعيه جدا جدا، ما تحبطش لما تلاقي كلمه جديده حتى وانت يعني واظبت على الحل وبتعمل اللي انا بقول لك عليه. ده طبيعي جدا مهما عملت. كلمات الانجليزي مش بتخلص يا جماعه. الطريقه دي ما اقولكش ان في الاخر هتلاقي كل كلمه في قطعه حتى لو كانت صعبه انت هتكون عارفها، لا، بالطريقه دي ان انت هتعرف تحل ازاي، ويعني انت عندك استراتيجيه للحل وعرفت كلمات كتير. الاخر بقى ممكن كلمه او اتنين يقفوا معاك مش هيفرقوا معاك في الحل، انت خلاص اتعودت ويعني عرفت الحل بيكون ازاي. ده طبعا مع كثره الحل زي ما قلت لك، حتى 2 أو 3 في الاسبوع، ولو كترت طبعا هيكون في صالحك. ده بالنسبه لمشكله القطعه. نيجي بقى للجزء الثاني من الفيديو واللي يخص ناس شطار جدا جدا، الناس اللي مراكمين وحدات. فكل اللي عايز اقوله لك ان انت ما تقلقش خالص خالص، والله زي ما قلنا في الفيديو اللي فات انت لسه معاك وقت، وكمان التراكمات بتاعت الانجليزي يعني سهل شويه انها تتلم. فعادي جدا جدا لو انت مراكم 5 أو 6 وحدات او 4 وحدات، عادي جدا جدا ان شاء الله يتلموا. كل اللي انا عايزك تعمله اول حاجه طبعا ان انت تشوف ايه اللي ناقصك، ايه الحاجات اللي انت مراكمها عليك. تمسك ورقه كده وتكتب الحاجات اللي انت مراكمها عليك وتلزقها قدامك على المكتب، وتشوف بقى على حسب قدرتك وعلى حسب الوقت اللي انت عايز تخلص فيه الكلام ده. وطبعا تخلي في بالك ان انت معاك حاجات جديده. الحاجات الجديده دي مش عاوزين نركنها ونرجع كمان شهر او شهرين ونفس المشكله ان انت مراكم حاجات. لا، احنا عايزين نوفق بين الجديد والقديم. انا عارف ان الجديد ممكن يتاثر شويه او تحصيلك ليه ممكن يقل شويه، بس اهو احنا في الجديد والقديم، مش في القديم بس، لا، في الجديد والقديم. ركز قوي 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 في الجديد مع المدرس بتاعك في الدرس، لان ده هيسهل ويوفر ليك وقت للقديم لما تروح البيت، ويوفر ليك وقت ان انت يعني الكلام الجديد ده تذاكره بسرعه علشان تشوف الحاجات القديمه اللي فايتاك. فزي ما قلت لك احنا مش عايزين نركن الجديد ونشوف القديم بس، لا، احنا عايزين نوفق بين الاثنين. عشان نوفق بين الاثنين وعشان مثلا تسيب وقت للقديم، لان انا عارف ان هو كتير مثلا اكتر من الجديد اللي انت بتاخده. فالجديد ان انت تركز قوي قوي، وهي تركز مع كل كلمه المدرس بتاعك بيقولها، وما تشغلش دماغك باي حاجه. ما تشغلش دماغك وتحط في دماغك اللي انت فايتك حاجات كتير. ايوه انا مراكم، بس ايوه مش عايز اراكم، فاهم؟ انا مراكم حاجات كتير، فانا مش عايز اراكم حاجات كمان على الحاجات
الحاجات المتراكمه، لان كده هنخش في سكه مش حلوه. فبالطريقه دي ان شاء الله ان شاء الله هتوفق بين الجديد والقديم، وده طبعا على حسب الجدول اللي انت هتعمله، او على حسب انت هتلم الكلام ده في قد ايه، ده طبعا على حسب قدرتك. فانا مش هقدر اقول لك يعني خلص ده في كذا، كل واحد ليه الوقت اللي هو عايزه، وكل واحد ليه قدرته. فهي دي المشكله، اللي انا مش بحب اعمل جدول لحد، او اصلا ما ينفعش اعمل جدول لحد. كل واحد ليه قدرته، كل واحد ليه دماغه. فانا اسف مش هعرف اعمل جدول ليك. انا لو اعرف وده هيفيدك هعمله والله مش هتردد، بس انا مش هعرف، او اصلا ما ينفعش. تفهمني؟ اتمنى تكون فهمني يعني. وبس كده، ده كان يعني فيديو الانجليزي. يعني اتمنى اكون لميت حاجات كتير. انا عارف ان انا ممكن ما اتكلمتش عن مشكلتك، بس يعني انا اتكلمت عن المشاكل الاغلب، او المشاكل اللي الناس كتير بيتكلموا عنها. فلو عندك مشكله عادي اكتبها لي تحت في الكومنتات وهرد عليك، او نبقى نتكلم عنها في فيديو. فبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. انا عارف ان هو ممكن يكون طويل شويه، بس انا قايل لك من الاول ان انت تسرع الفيديو. وبس كده، ده كان نهايه الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انت تستفاد باي حاجه من الفيديو. وبس كده، اشوف فيديو جديد. سلام.